هاني سي برك عاد لي شنو وقع؟ قلتي الوالد ديالك مات مقتول هذه نعم سيدي. نهار الجمعة مشى، نهار الجمعة طلعنا أنا وياه من الدار، مشينا للجامع وصلينا، هو ولا هو بحالته، أنا بقيت تما مع الجماعة. جا السيد قال له اودي راه مداو لي واحد التليفون واحد جوج، ومن بعد هذيك الجماعة قالت هذا السيد خاصني تعرفوا هاد الناس ويعطوه ديالو. بقينا قاعدين تما واحد الحانوت، من بعد تقريبا شي نص ساعة ولا هادي بقينا قاعد مع بعضياتنا، وليت أنا هوت هذاك المعلم نطرب واحد الصباط، بقيت مريح معاه. تقريبا بواحد ثلث ساعة ولا بربع ساعة جاو هذوك الدراري جوج، واحد في يدو الزبارة، واحد داير نقول لك الموس، نقول لك الشفرة، وعلى الخاسي ديالو اللي مدير الحزام ديالو. ديك الساعة دخلتو على المعلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له جا المعلم، أنا قلت لي دي التليفون. قال له إيه، أنت كنتي قاعد حدايا هنا والآخر داز من مورايا وسرقو. قال له أخ الله يحرق الدين دبابك، دبر عليه وبغا يضربو. أنا صدقت واقف، قلت له حشومة عليك أصاحبي، واش تي السيد راجل أكثر من باك عنده 70 عام ولا 80 عام تضربيه؟ ضربية أنا مهدد عليا بالزبارة. من بعد فكوه الناس، مشى خرج هو والدري ولد عمته. جا خوه الاخر، انا كنجبد التليفون باش نعوت على خوهم. السيد الاخر عاوتاني خرج فيا من الدار، دار عليا من الدار، ولاو فكوه الناس، ولا طلع جهه البوب. انا ولدي ما عرفوش واش تما ولا ما واش تم. ديك الساعات انا بقيت تما كنغوت على خوه، كنقول له عادي لا جي خوتك راه عيقتلوا السيد. ومن بعد كيقول لي انا غادي للعريش، انا ما نشكي ندور، انا غادي للعريش. الساعه اللي طفيت التليفون درتك بحال هكا كنسمع هدا ما هدا هدا ما هدا، كنشوف ولدي كيشالي بواحد العود، واحد داز له على اليد اليمين ودخل له تحت المرفق ديال اليمين ديالو، ضربوه بالموس. وجو الاخر داز من الجهه ديال الشمال وهود عليه مباشره بالزباره تحت المرفق ديال يديه. من بعد هذيك الساعات ولدي غوت امي هود، انا طلعت كنجري كنلقى ولدي كله غارق بالماء. ديك الساعه بقيت كنسالي، كنتالي بهذيك الراعه وكنبكي وكنسالي ولدي. ديك الساعه بقينا كنغوتو على المخزن. دابا في لي بالانس، دابا يجيو جدرميه، دابا يجيو لي بالانس تقريبا دوزها واحد الساعه ولا ساعه اقل شي حاجه. ديك الساعات واخا كان يجيو ولا ما يجيوش، هو ولدي مات في البلاصه بالضربه، ما دوزش هذيك بجوج دقائق ثلاثه. ملي جات امو دارتو بحجره هذه ضرب جوج ضربات في وسط في يديها، حيت هو عنده جوج ضربات. الاخرى كانوا قابلينها له، وحده ما كانش يشيبنا ديال اليمين، ما كانش يشيبنا له، كانوا قابلين له ديال الشمال. الساعه اللي داو لهنا جابوه هنا للسبيطار وهذه ولاو تبعوا له هذيك راه وطلعوا اصحاب الدارات كيلقاو عنده جوج ضربات. نعم. وحده على الشمال وحده على اليمين. نعم. وخلاص الله يرحمه ويوسع عليه. ملي قلتي ملي جابوه هنا للسبيطار عاودنا قلتي بان عاوتاني ملي جاو للسبيطار انا سيدي عاوتاني داو هذيك الساعه داو دخلوه. حنا كيجيب لنا ولدنا في الفريكو، هما ولدنا عام غاطينو بالكروسه ومخلينو. داز ولدنا الجمعه والسبت جبتو لي بالانس ديال الجماعه باش غادا تهزو. ملي لحقت الجماعه تما وخرجوا لي كيخرجوا لي ولدي مكك بالدبان بالريحه ديالو كتعطعط. نهار الاثنين، نهار الاثنين يعني بقى هو من الجمعه حتى نهار الاثنين كامله. بعد نهار الاثنين، نهار السبت جينا ديال الجماعه. نعم. فهمتي؟ ولات من مدرسه الجماعه عاد ولينا عاوتاني جا هذيك راه ولينا مشينا لعند ديال. نعم. نهار الاثنين ديك الساعات جات ديال الجماعه، مشينا تما نعم سيدي. ملي ما بداتوش ولينا لعند البلديه. ملي ولينا للبلديه قال له مول هذيك ديال الجماعه، قال له علاش ما ترفديش؟ قال له شوف اسيدي انا السيد مكك والسيد راه ما يترفدش. انا السيد هذيك الطوموبيل كترفد فيها الحامله والمريضه وهذه، هذاك السيد راه خصو الطوموبيل تكون مغلوقه باش ما الناس ما تشم ريحه ما يشم ريحه. قال له هو لا، دار فيا هو هذاك الرئيس. قال يا سيدي انتم على يد الجماعه دريسانه، سيروا عند الرئيس ديالكم يعطيكم الذكرى ديالكم ولا يدبروا راسكم. نعم. صافي هادشي اللي كاين. هادشي كنت ديتيه لطنجه. هذيك الساعات من بعد عاوتاني ولينا جينا ملي كانوا شي ورق من عند جدرميه ما كانش دايرين، ولاو عاوتاني غوتوا عليهم ملي صيفطوهم من عند طنجه من عند الوكيل العام. ولاو جيت لهنا مشيت عند وكيل الملك هنايا، ولا عطاني صيغه ديال الوراقي، قال لي سير البلديه اعطيهم هاد الوراق، ولا ما بغاوش يديوك ولدك قول لهم عطيوني ورقه وولي اجي لعندي، وراه سير راهم كيتسناو تما. ملي لحقت هذيك الساعات البلديه استقبلوني، هذوك الناس استقبلوني، عاد عطيناهم هذاك الوراق ودرنا هذه وعطاوني الشوفير وعطاوني هذيك راه وعاد طلعنا لطنجه طلعت ولد. واخا واش نسولك على هذه القضيه ديال الثلاجه، انه ما داروش الولد الله يرحمه في الثلاجه، بقى 3 ايام وهو في السبيطار. نعم. قالوا هما في السبيطار علاش ما داروش في الثلاجه؟ قال لك اسيدي الثلاجه ما عندناش، احنا الثلاجات كلهم عامره ما عندناش فين نديرو. هذا هو السبب. هذا هو السبب اللي خلى ولدي تخنس. نعم. فهمتي؟
ومن بعد ديتو عاوتاني لطنجة. نهار اللي كنت جبتو عاوتاني جبتو بالريح، انا جيت حداه، جيت ما نقدرش انا، ما لحقت لهنا نضرب واحد هذيك راه. انا درويش وولدي درويش، وخلى طفيله وخلى خدمته كلها مشعتره وما عندناش. هاد الصوره ديالو ها هي فين هي، عنده 28 عام، 28 سنه، خدام على وليداته، وكل الدوار كله كيبكي عليه، ما كيدير بساله، ما كيجمع مع حد، ما كيدير والو، عامل الجامع الصاله ديالو والخديمه ديالو، هادشي اللي كاين. الله يرحمه ويوسع الله يرحم الوالدين والله يوسع عليه والله ينزل عليه الرحمه، وهذا النهار اليوم جمعه.